طيب بالنسبه في ستات كتير قوي اوريدي حقنين فيلر، يعني هو وشهم فيه فيلر وبرده محتاجين نضاره، حاسين ان وشهم مش بيلمع مطفي، صحيح. مع ان وشهم ليفتد صح، لكن برده تعبان. ممكن تحقن حقنه النضاره عادي؟ طبعا. انا دايما بقول احنا ابتدينا كدكاتره، او الترند اللي ماشي اليومين دول ان احنا باك تو ناتشر، احنا بقينا نرجع للطبيعه. الناس ما بقتش فعلا تحب الشكل المشدود والمنفوخ، ابتدينا نحاول نخلي الوش طبيعي نضر مشدود بسكين بوسترز. انا مش ضد البوتوكس وفيلر، انا بعمله وليه حالاته. بس دايما بقول السكين بوستر لا يغني، يعني ده حاجه وده حاجه، ولا ده يغني عن ده ولا ده يغني عن ده. السكين بوستر دايما بدايه من السن الصغير انا بحب اقدمه من اول 25 سنه، لان التلوث والاجهاد وعدم النوم كل دوت بيعمل بشره بهتانه. السكين بوستر بالاضافه طبعا وعدم شرب الميه طبعا اللي كلنا بننساها، وشرب القهوه الكتير اللي هي بنسميها مدرات البور، فبتخلي البشره جافه. السكين بوستر فيه هايلورونيك اسيد، فبيزود لنا الهايدريشن، يعني بيسحب الميه من الجسم وبيزوده في البشره، فبيزود الهايدريشن. بالاضافه طبعا ان بيبقى فيه امينو اسيدز، حاجات تانية كتير بتعمل نضاره. زي برضو الار ار اس، في عندنا منه نوعين، الهاي ليفت اللي هو هايدريشن اكتر، واللونج لاستنج اللي هو انا ما بعتبروش سكين بوستر، انا بعتبره حاجه بين البوستر وبين الفيلر، لان في كروس لينكد ونان كروس لينكد هايلورونيك اسيد، بيدي النضاره وبيدي فوليوم في نفس الوقت. بس فوليوم بسيط. تمام.